السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. اللي حابب يطلب يا جماعة من خلال رقمنا على الواتساب 010 13 03 0875. نقول الرقم تاني 010 13 03 0875. رجعت لكم من تاني العجانة القوية هوم أليك، كانت خلصانة الحمد لله، جبنا منها كمية تانية يا جماعة. عجانة مميزة، شركة محترمة جدا، هي شركة اسمها قصر الأواني، معروفة جدا في السعودية، عندها مجموعة معارض زيها زي السيف جاليري بالظبط. العجانة دي يا جماعة مميزة، عليها عرض سعر كويس، إمكانيات عالية، مواصفات عالية جدا. خلينا كده مبدئيا اوريكم ايه الاختلافات طبعا اللي ما بينها وبين العجانه. العجانه دي مبدئيا بتيجي بموتور يا جماعه قوي، بقوه قد ايه؟ 2000 واط. 2000 واط ما شاء الله، موتور قوي جدا. والحله بتاعتها ستانلس ستيل، ساعتها قد ايه؟ 10 لتر. طبعا هي بتيجي عجانه فقط، بتيجي القطعه بتاعه العجن والقطعه بتاعه التقليب والويسك بتاعها معدن. طيب خليني بقى اقارنها بالعجانه بتاعه اللي هي اسمها الديفندر، سواء من شركه السيف او العجانه اسمها البروفيشنال من شركه السيف جاليري. هو طبعا ميزه الشركات المحترمه دي يا جماعه، اول حاجه من ثقتهم في المنتج بتاعهم. يعني معظم الاجهزه في السعوديه ما تقلش عن سنتين. اي جهاز تشوفه في السعوديه يا جماعه، خلينا مثلا اوريكم مثلا ادي ريبون، فين الضمان كاتبينه؟ لازم مش هتلاقي اقل حاجه منتج في السعوديه هنا ضمانه سنتين. بص اهو مثلا الكبه ضمان سنتين، دي اللي هي الكبه الاكس اكس. الكبه العاديه ضمان سنتين، فاي منتج في السعوديه بيبقى ضمانه سنتين. لكن بقى الشركه بيبقى الحد الادنى من المنتجات. الشركات بقى اللي عندها ثقه في المنتجات بتاعتها بتزود الضمان، تقول لك ليه سنتين؟ لا انا هدي على منتجي 3 سنين. فمن ضمن الشركات دي طبعا السيف جاليري وشركه قصر الاواني اللي هي عندها الماركه اللي اسمها هوم أليك. فطبعا اول حاجه من ثقتهم في المنتج بتاعهم ان هم بيدوا له ضمان سنتين. طيب دي اول حاجه. طيب زي ما قلنا لكم، ده شكل الحله، طبعا ده الغطا المانع للطرطشه، وده شكل الحله من الداخل. طيب ايه كمان ميزه العجينه دي يا جماعه؟ دي القطعه بتاعتها ايه؟ دي قطعه التقليب اللي بنضرب بيها الزبده، ودي قطعه العجن. موتور قوي زي ما قلنا لكم، بتيجي كمان 8 سرعات. 8 سرعات ما شاء الله، حاجه قويه. وبتقول لك ان مثلا اي عجانه في الدنيا هتلاقي العجن على من 1 ل 2. التقليب تقدر تضرب لحد السرعه السادسه. الويسك تقدر تضرب لحد السرعه الثامنه. طيب هي بالظبط كانها كخامه وجوده نفس السيف جاليري، ان هو طبعا من بره بلاستيك. طيب ايه المميز في العجانه دي يا جماعه عن عجانات البروفيشنال والديفندر؟ الديفندر دي بتاعت السيف جاليري، بتاعت السيف، انا قصدي شركه السيف، 10 لتر برضو 2000 واط. والبروفيشنال بتاعت السيف جاليري برضو 10 لتر و2000 واط. طب ايه المميز في العجانه دي؟ اول حاجه الويسك بتاعها ده. زي ما انتم عارفين ان العجانه الديفندر بتاعت السيف جاليري الويسك بيجي ستانلس، لكن للاسف الراس دي بتيجي معدن، فممكن احنا نضرب كميه غلط، ناس يستخدموها في الزبده، مع ان دي يا جماعه للامانه ما بتضربش بيها الزبده نضربها بالكي. فالمشكله في ان السيف عنده القطعه دي بلاستيك او الراس بلاستيك، فممكن تتكسر. لكن هنا المميز فيها انها معدن بالكامل، ودي ميزه حلوه جدا فيها. تاني ميزه كمان، ودي برضو مش موجوده لا في الديفندر ولا في البروفيشنال بتوع السيف جاليري او بتوع السيف، انها فيها لمبه ليد اضاءه كده جميله. خلينا انورها لكم مثلا، يعني هو اقفلها وابدا مثلا اشغلها. بصوا اول ما بشغلها، خدت بالكم نطفي تاني، في اضاءه كده لمبه بتفضل منوره لفتره معينه. اهي اللمبه الليد الجميله دي بتخليني ابقى شايف العجين اثناء ما انا بعجن. واحيانا العجينه دي مثلا انتوا بتحطوها في المطبخ تحت وحده التخزين العلوي، فالحته دي بتبقى مظلمه شويه، فدي مميزه قوي اللمبه دي، انها تنور لك على العجانه بمنتهى البساطه. طبعا هي بتيجي 8 سرعات غير السرعه البلس. بصوا الغطا ما شاء الله قافل عليها ازاي، وصوتها ناعم جدا. خليني مثلا اسمعكم صوتها. الاول هظبط التايمر. هي طبعا فيها شاشه ديجيتال، وده برضو مميز فيها. المفتاح بتاعها مميز جدا يا جماعه، لونه ذهبي وجميل. بصوا هنا ببدا الفها كده، مثلا اقول لها انا عايز اشغلك لمده 30 ثانيه. طبعا اقدر اشغلها متواصل لمده 10 دقائق كده. انا هشغلها وبضغطه زر واحد
تبدأ تشتغل على اول سرعة. بص هنا السرعات اهي ما شاء الله بتلف هنا واصلة لقعر الحلة. عايز ازود بقى السرعات، مثلا السرعة التانية، السرعة التالتة، رابعة، خمسة، لحد 8 سرعات. بصوا البنوك المكتب ده اللي بتهز مش العجانة. هتبدأ هي تفصل التايمر اهو، يعد تنازلي. فصلت اوتوماتيك بعد ما خلصت 30 ثانية. عجانة مميزة، مواصفاتها حلوة. كمان بتاخد لحد هنا، بص الرسمي في الكتيب، تاخد لحد 2 كيلو و4 من 10، يعني 2 كيلو ونص كمية حجم عجين. يعني تقريبا لو قلنا ممكن تاخد لحد كيلو 75 دقيق، يعني 2 كيلو الا ربع دقيق في المرة الواحدة، والباقي بقى مية وسوائل. اهو بص هو كاتب لك اهو تاخد حجم عجين 2.4 عجين، وده الرسمي في الكتيب بتاعها. ممكن انت مع الاستعمال تتأكد، بس انا انصحكم تستخدموا الحاجات الرسمية في الكتيب. طبعا فيها كمان سرعة بلس اللي هي المتقطعة من الزرار ده كده. وشوفوا انا كده ادوس واسيب. عجانة مميزة، مواصفات حلوة. بصوا بقى كمان المميز فيها مهتم بأدق التفاصيل. القطعة بتاعة الضرب بتاعة الكريمة، بصوا شايفين الطرف ده كده فيه زي شفة عشان تبدأ تجمع العجين من أطراف الحلة. وطبعا ده اللمبة الليد اللي قلنا لكم عليها. عجانة جميلة ومميزة، هوم أليك من شركة السيف جاليري، 2000 واط، 10 لتر، توصل لأصحابها بألف خير وسلام. دي إن شاء الله هنشحنها الإسماعيلية.